هعمل معاكم بقى النهارده الفطار بتاعي يا جماعه. بصوا هننزل معاكم افكار للفطار وافكار كمان للغداء وللعشاء واي حاجه بقى ايه هعملها كده هشاركها معاكم. تمام. طبعا انا النهارده هعمل فطار مصري وفطار طريقه تانية لحاجه يعني تركيه. تمام. اول حاجه كده هعمل معاكم البطاطس. قشرتها وغسلتها كويس جدا جدا وبعد كده بقطعها كده بالطول حلقات بالطول كده. بعد كده بقى بمسك قطعتين مع بعض وابدا اقطعها كده صوابع رفيعه او تخينه على حسب ما انت بتحبي، بس انا احبها يعني ايه رفيعه. تمام. هقطع بقى الكميه كلها كده واخلصها. عايزه اقول لكم انا بغسلها هي مره واحده بس بعد ما بقشر القشر بتاعها. بعد كده بقى بعد ما بخلص تقطيع بروح حاطه بقى معلقه كده من الملح، معلقه كبيره، وبتبل بقى البطاطس كده بيها كويس جدا. وطبعا هنا حاطه بيض يتسلق. وهنا بقى الطاسه بتاعت الزيت اللي هقلي فيها البطاطس كانت على النار عشان الزيت يسخن. هنزل بقى كده بالبطاطس في الزيت واسيبها بقى ايه لحد ما تتحمر كويس جدا جدا. بعد كده هشوف بقى ايه اللي هعمله تاني. هنا بقى معايا قطعتين كده من البتنجان. اقطعها بقى ايه شرايح كده بالشكل دوت. عايزه اقول لكم خلوها يعني ايه شرايح تكون تخينه شويه عشان لما بتنزل في الزيت بتكش شويه. وبتبقى رقيقه فخلوها تخينه شويه عشان تكون حلوه كده وجميله. تمام. بعد بقى ما هقطعها كده شرايح بالطريقه دي هجيب بقى معلقه ملح وهتبلها برضو بالملح كده قبل ما اقليها بالشكل ده. هخليه بقى على جنب قبل ما اخلص البطاطس. هنا خلاص البطاطس كانت اتحمرت فبقلبها هنا حلو كده عشان بس ايه تحمر من كل الجوانب. بعد كده بقى هطلعها بقى على الطبق بتاعي. خلاص بقى هطلعها بقى كلها كده واخلص الكميه كلها واصفيها كويس جدا وانت بتطلعيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم مقرمشه وحلوه قوي قوي. بعد كده هخلص بقى كل الكميه بتاعت القليه بتاعت البطاطس هحط بقى بقيه البطاطس اللي عندي. تمام بالشكل ده. وهسيبها بقى لحد ما اخلصها كلها. خلاص برضو دي كانت احمرت الطاسه التانية بتاعت البطاطس. بعد كده بقى هجيب البتنجان بتاعي وهبدا انزل بيه كده وارصه كده في الطاسه بتاعت الزيت بالشكل ده. وكمان الفلفل هحط معاه كده كام فلفل حار. تمام. وهغطسه بقى كده في الزيت عشان يتقلي حلو. بس كده بقى وقلبي بقى البتنجان بقى على الوش التاني بتاعه عشان خاطر بس يحمر كده كويس جدا. بعد بقى ما احمر خلصنا هصفيه بقى كويس جدا وهطلعه بقى بالشكل ده. واسيب بقى طبق البتنجان على جنب. وبعد كده هنا معايا حبايتين من البطاطس، حبايتين من الطماطم، وحبايتين من الفلفل الرومي. هنعمل بقى دلوقتي طاسه السعاده يا جماعه، طاسه تحفه جدا جدا جدا. هجيب بقى البصل اقطعه كده قطع صغيره يعني مكعبات كده صغيره على قد ما تقدري، حاولي ان انت تقطعيه صغير. تمام كده. انا بقطع اول واحده واقطع التانية. دي نص واحده يا جماعه. تمام. مش بصله كامله. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا جدا، جربوها وقولي رايكم في التعليقات ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش طبعا اللايك وما تنسوش الشير كمان يا جماعه. تمام. فكره حلوه جدا للفطار. وممكن كمان يا جماعه نعملها كمان في الغدا بصراحه هتبقى تحفه تحفه. بعد كده جبت بقى الطاسه وحطيت فيها معلقه كده من السمنه البلدي. ونزلت بقى ايه بالبصل هدبله كده وهفضل اقلب فيه لحد ما يدبل معايا. واثناء ما هو بقى ايه بيتحمر كده على النار جبت بقى ايه حبيتين الطماطم بتوعي اقطعهم كده مكعبات برضو صغيره. قطعي بقى مكعبات بقى، ممكن على فكره تسيبيها كمان تقطعيها كده شرايح وتخليها برضو على البصل تفضل مع البصل عادي، بس انا بحب ان انا اقطعها مكعبات صغيره. تمام. بعد كده بقى يا جماعه اقطع الفلفل برضو مكعبات كده صغيره، طبعا قرنين فلفل، وممكن بدل الفلفل الرومي تحطي فلفل حار براحتك. اللي انت عايزاه يعني او اللي انت اللي حباه تحطيه. تمام. هقطع بقى وخلاص. خلاص الفلفل خلص هروح بقى ايه للبصله. بصله اثناء ما انا كنت بقطع الحاجات دي كنت بقلب فيها برضو، كنت بروح لها وبروح اقطع ايه المكونات بتاعتي. بعد كده بقى نزلت كده بالطماطم على البصله وهفضل اقلب فيها كده واسيب البصله بس الطماطمايه تدبل هي كمان مع البصله. واحط بقى هنا رشه كده من الملح ورشه كمان من الفلفل الاسود وكمان رشه من الكمون بيخلي طعمها حلو قوي قوي. وهقلب بقى الكلام ده كله كده حلو قوي قوي مع بعض بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل معايا بالفلفل الرومي اللي انا كنت مقطعاه وهقلب برضو كده كويس جدا جدا. واسيب برضو ايه الفلفل الرومي يستوي كده شويه ويدبل شويه مع الطماطم ومع البصله. وهروح بقى هنا كان معايا البيض المسلوق هقطعه بقى بالنصين كده بالشكل دوت. انا كنت عامله يا جماعه كنت سالقه 4 بيضات، طبعا البيض على حسب عدد اسرتك. تمام. بعد كده بقى معايا هنا رشه من الجبنه الموتزاريلا هحطها كده في الاول وبعد كده هحط بقى ايه البيض بالشكل ده.
هقلبه كده وهحطه على الطاسه. تمام. بعد كده بقى معايا جبنه ميكس بقى، ميكس جبن يعني رومي، ممكن برضو لو عندك رومي بس تحطي، عندي جبنه موزاريلا برضو بس حطي كده على الوش وزوقيها بقى كده، ويعني ايه كتري بقى طبعا الجبنه تكون تحفه 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 يا جماعه. هي بصراحه كلها اكله خطيره حلوه قوي قوي. هغطيها هنا بقى 5 دقايق، الجبنه بس تسيح كده من على الوش، تحفه. شايفين شكلها؟ قمر قمر قمر، حلوه قوي. حطي لي لايك بقى وقولي لي تعليق كده حلو في التعليقات، واعملي لي شير بقى للفيديو. هنا هرش بقى رشه ملح كده على البيض ورشه فلفل اسود، وكده خلاص خلصنا كده الفطار. تحفه جدا وسهل قوي قوي قوي، وبصراحه حلوه قوي وتغيير وجميل جدا. هنا بقى بحط رشه كمون ورشه ملح على البتنجان وكمان على البطاطس المقليه. وهنا بقى بوريكم كده في شكل الفطار بتاعنا النهارده، وينفع غدا كمان، هيبقى لذيذ وطعم وحلو قوي قوي. اعملوا لايك وشير، وكان معاكم اسماء جمال.